هو ازاي الزمالك ضيع دوري 2011 بعد ما كان خلاص قريب منه؟ في الموسم ده الزمالك كان بادئ الدوري كويس جدا مع حسام حسن، اللي قدر يرجع الزمالك تاني منافسة على الدوري بعد غياب سنين كتير بسبب المشاكل والازمات اللي كان بيمر بيها النادي. والسنه دي فعلا كانت اول مره الزمالك يكون عنده لعيبه كويسه زي حسين ياسر واحمد جعفر ومحمد ابراهيم، وكمان كان معاهم شيكا في النسخه البرايم بتاعته اللي حرفيا ما كانش فيه مدافع بيقدر يوقفه. ساعتها الزمالك عمل ماتشات قويه جدا وقدر يخلص الدور الاول بفرق 6 نقط عن الاهلي، وده خلى الجماهير يكون عندها ثقه كبيره ان الزمالك هيكون بطل الدوري السنه دي. بس اللي حصل في الدور الثاني ما كانش يجي في بال اي حد، لان الفريق اللي كان متصدر وعامل اداء عالي الدور الاول اتحول وبقى فريق تاني. والبدايه كانت بتعادل قدام الاسماعيلي في الاسماعيليه، وبعدها خساره من الجونه عشان فارق الست نقط يبقوا فرق نقطه واحده بس الزمالك بعدها ابتدى يحس ان الدوري بيهرب منه، فابتدى يفوق ويرجع من تاني لحد ما جه ماتش المقصه اللي حرفيا ضيع كل حاجه على الزمالك، لان ساعتها المقصه كسب 1-0 بعد ما الحكم عمل فضايح بمعنى الكلمه لما لغى جون صحيح عبد الشافي وضربه جزاء واضحه بعد ما لعيب المقصه شال الكره بايديه. ويمكن ماتش المقصه ده كان هو السبب في ان الدوري يروح من الزمالك، لان الزمالك بعدها خسر 2-0 للمصري والاهلي بقى فارق ب5 نقط قبل ماتش القمه، فالزمالك وقتها ما بقاش قدامه غير انه يكسب الاهلي ويستناه يتاثر في اي ماتش من اللي باقيين. بس اللي حصل ان الماتش خلص 2-2 بعد اداء قوي جدا من الفرقتين، والاهلي ساعتها قدر يحسم الدوري قدام المقاولين ويضيع حلم جماهير الزمالك في التتويج بالدوري. يمكن التحكيم كان ليه دور في ان الزمالك ما ياخدش الدوري، بس هرجع اقول لك انك لو كنت كملت بنفس اصرار الدور الاول كنت كسبت في الاخر، بس انت اللي ضيعت الدوري بعد ما كان في ايدك.